السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. غادي نصايب معكم عجينه ديال البيتزا ناجحه هشه بدون حليب بدون بيض بدون زبده، غزاله كتجي وخفيفه. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش تصدق معاكم، غير بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه. ونبداو بسم الله، توكلنا على الله وعلى النبي رسول الله. اول حاجه غادي ناخذ بول نديرو فيه كاس ديال زيت الزيتون، من الاحسن يكون زيت الزيتون. غادي نديرو 4 د الكيسان ديال الماء يكون دافي، ضروري يكون الماء دافي واخا يكون الجو سخون. نديرو معاه 2 معالق كبارين ديال الخميره، اما الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه، معلقه ممسوحه كبيره ديال السكر سنيده، و2 معالق كبارين ديال الزعتر نحكوهم مزيان، و2 معالق كبارين ديال الخل. غادي نخلطوا كلشي بالفوي، خلطوا مزيان تيذوب داك السكر وتذوب داك الخميره. غير تبعوا هاد الطريقه وان شاء الله غادي تصدق معاكم العجينه وغادي تجيكم خفيفه وناجحه. انا غادي نعطيكم جميع الاسرار، وما تبخلوش عليا بشي تعليق يكون زوين بحالكم ولايك الفيديو. الله يسهل عليكم كاملين في هاد العواشر ويعطيكم كاع ما كتمنوا، وقولوا امين. المهم من بعد منين خلطت كلشي وذاب ليا السكر والخميره، درت 2 كيسان ديال الفينو يعني 200 غرام، ودرت 3 د الكيسان ديال الدقيق ديال الفرز، معاهم معلقه كبيره ديال الخميره. انا هنايا احتاجيت كيلو ديال الدقيق ديال الفرز معاه 2 كيسان ديال الفينو، يعني 200 غرام ديال الفينو وكيلو ديال الدقيق ديال الفرز الدقيق الابيض. بقيت كنضيف داك الدقيق شويه بشويه. المهم في المجموع 10 ديال الكيسان، 2 د الفينو و10 د الكيسان ديال الدقيق ديال الفرز. بقيت كنجمعو حتى حصلت على هاد القوام بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كتكون خفيفه وكتلصق في اليدين. هذا السر باش تجيكم العجينه ديالكم خفيفه وتجيكم البيتزا ديالكم ناجحه وزوينه. من بعد كنجمعوها بشويه ديال الزيت، اما زيت زيتون ولا زيت نباتيه اللي متوفره عندكم. نتوما شوفوا القوام ديالها كتكون خفيفه، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه، راها كتصدق معكم. انا درتها تخمر في هذا البول هذا كبير ديال العجانه حيت غارق، حيت غادي تخمر وغادي تضاعف الحجم ديالها وغادي تفيض ليا تما. داكشي علاش درتها في هذا غارق. خليتها في شي بلاصه دافيه حتى تخمر. المهم كتاخذ تقريبا 1 ساعه الا ربع، نص ساعه على حسب الجو. فاش كتخمر مزيان خليوها تخمر، عطيوها وقتها في الخميره. كل ما خمرت مزيان كل ما كتجيكم خفيفه. من بعد خرجت داك الهواء اللي فيها وبقيت كنشكل كويرات. في كل كويره كندير فيها 400 غرام تقريبا، 402 باش يجيوني مقادين. وكنجمعهم مع شويه ديال الفينو، حيت كتكون العجينه كتلصق ضروري تجمعوها بشويه ديال الفينو باش تجيكم زوينه. جمعوها بالفينو ما تجمعوهاش بالفورس. استمريت هكا كنشكل كويرات، خرجوا لي 7 د الكويرات. 6 فيهم 400 غرام، وهذيك التاليه درت فيها اكثر من 400 غرام حيت شاط لي شويه ديال العجينه. المهم وحده فيهم جاتني كبيره شويه. من بعد كتغطيوهم اما ببلاستيكه ولا بشي منديل باش ما يكونوش لكم واحد القشره. وبقيت كنطلق في العجينه ديالي. تلقوها رقيقه صراحه، البيتزا هي اللي تجي رقيقه ما تجيش غليظه، راها ما كتيبش وكتجي زوينه. القوام ديالها زوين واخا تقرصوها رقيقه. من بعد كتقبوها كامله بالفرشيطه كلها، كتدخلوها للفران طيب نص طيبه، غير كتشوفوها شدات في راسها صافي كتخرجوها وكتدخلوا الاخرى. كطيبوها على 250 درجه، كتشعلوا عليها من الفوق ومن التحت. غير كتدخلوها غير كتشد في راسها، كتوليو تخرجوها وكتدخلوا الاخرى. هي هذه البيتزا ديالنا، العجينه ديال البيتزا ديالنا من بعد ما وجدات. ها نتوما شوفوا ناجحه. نعطيكم حتى الطريقه كيفاش تحتفظوا بها. هنايا راه عندي 6 ديال الخبيزات، 7 انا عمرتها. غنوريكم عمرتها حيت كنت بغيت نتعشى بها. غادي نوريكم كيفاش جات. ها هي البيتزا من بعد ما عمرتها كتجي غزاله غزاله وخفيفه، ما كتجيش كاع مدقصه ولا قاصحه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ عادي كديروها في شي منديل وكتدخلوها المجمد. فيما كتبغيو طيبوا شي وحيده كتخرجوها، راها كتبقى مزيانه وكتبقى صالحه حتى ل2 سيمانات 3 سيمانات، كتبقى مزيانه ما كيوقع ليها والو. الا بغيتو تسولوني على اي حاجه مرحبا بكم كاملين، خليولي في التعاليق وانا غادي نجاوب كل واحد. وبسلام عليكم.